رجل شاب أراد أن يتزوج فبحث عن امرأة فوجد فتاة ذات حسن وجمال تعلق قلبه بها وذهب إلى أهلها يخطبها فوافقوا. قالوا جيب أبوك. فجاء أبوه ولما رآها أبوه قال هذه ما تصلح لك يا ولدي، ما تصلح إلا لي، أنت شاب وجاهل وصغير، أنا رجال مجرب وعندي أمور والفلوس بدفعها أنا والله ما يأخذها لنا. قال كيف يا أبوي أجيبك تتزوجني تعود تأخذ مرتي؟ قال المهم هذه والله ما تفوت هذه. المهم تخاصموا الأبو والولد تضاربوا، حملوا إلى الشرطة، ولما مثلوا أمام الضابط قال وين العروس هذه؟ خلونا نخيرها بينهم، اللي تبغى الشيبة ولا تبغى الولد. شافها الضابط فإنه يطيح، قال هذه لا تصلح لك لا أنت ولا أنت والله ما يأخذها لنا. المهم تخاصموا هم ويا الضابط ورفع أمرهم إلى أمير المنطقة. أمير المنطقة قال وش هالحرمة اللي كله يبغاها؟ جيبوها نشوف. شافها الأمير فإنه يذوب في ثيابه. إيه قال لا أنت يا ضابط روح في شغلك، وأنت يا رشيبة ما تصلح، وأنت ولد بعد ما عندك شيء، أنا أمير المنطقة ما تصلح إلا لي. المهم صاحوا عليه وضاربوه وخاصموه وراحوا اشتكوا للملك. إيه لما وصل الأمر إلى الملك طبعا العدل ينتهي عنده، ما عاد حد عليه. قال جيبوها نشوف. ويوم شافها الملك جن جنونه وفتن بها، لكنه لا يستطيع أن يقول أخذها. فبمقتضى مقامه كملك قال ما في مانع، جيبوا البنت وخلوها تختار، واللي تختاره يصير زوج. وفي يقينه أنها لن تختار واحد غيره. معقول تختار الأمير وتخلي الملك، أو تختار العسكري ولا تختار واحد ثاني؟ لا، عنده 100% أنها تقول لا والله إلا أنت، لأنها بتصير ملكة. المهم من تختارين؟ يقول الملك. قالت أنا أبغى أمشي وأشرد واللي يلحقني هو زوجي. قالت العروس هيا الحقوا وراي، الحقوا. المهم شردت وحط كل منهم ثوبه في فمه وجاءوا وراءها يطاردوا، وكلما قربوا منها تلفتت في الواحد صرعته، وتقف هي تقول لهم تدرون من أنا؟ قالوا لا كلنا نبغاك، من أنت؟ قالت أنا الدنيا لا يدركني طالب، اطلبها ولكن لن تجدها. من وجدها قبلك؟ وجدها الملوك؟ لا يجدها أحد.